الكرة الوطني كلاسيكو ثاني، دورتين يلعب الكلاسيكو الثاني على التوالي. طوشاك يتمكن من الانتصار عرضا وطولا نتيجة وأداء. حوار طوشاك الطوسي آلة لطوشاك بكل ما تحمل الكلمة من معنى. فأولا الجيش أعتقد لأنه نادي الجيش ارتكب خطأ كبير باللعب في الخميسات. لماذا؟ علاش؟ لأن أولا هو محروم من الجمهور ديالو، هذه المسألة الأولى. فين بغيتي يلعب؟ المسألة الثانية عنده ملعب ديالو ديال الفتح. غتفق معي على أن القدرات التقنية ديال اللاعبين ديال الوداد احسن افضل من لاعبين الجيش. ما غنقصوش الجيش على ان فيها لاعبين جيدين، صحيح. ولكن حاليا رشيد طوسي ما عندوش ارماده كبيره لا في كرسي البدلاء في اللاعبين اللي غيلعبوا فيهم، واحد اللاعبين كما عليه الحال في الوداد. مزيان. ففي ملعب الفتح ما كانش غيكون في صالح الوداد البيضاوي، لان الوداد شفنا كتلعب قصيرات، كتلعب على مرتدات، كتلعب على كرات، كتلعب على توغلات ديال كوني وديال الهجوج. ففي ملعب فتح كانوا غيلقاو خصم اخر اللي هو الملعب. هذا الهدف. فمشاو للملعب اتحاد الخميسات مسجل بالرابح ويسجل اللي لقاو فيه ملعب جيد، والوداد نعم. في مركب محمد الخامس، في ملاعب ديال تطوان جيده، في ملعب ديال اتحاد الخميسات، فعندها كل اولويه لان اللاعبين ديالها لاعبين تقنيين. فجتيهم من الارض يقدروا يربحوك. اعتقد على ان القرار في حد ذاته نعم. هو قرار اللي كان متسرع. هذا الاشكال الاول. الان بالرجوع للمباراه اعتقد على ان الوداد استهلت الربح ديالها، وكانت تكون الحاصيله اكثر من هدفين 3 أو 4 أهداف لولا تالق الحارس اللي خدا اكثر من مناسبه، صد اكثر من مناسبه هو الدفاع نعم. فهنيئا حتى في الكوتشنج دخل فال في التمريره الاولى يمرر عرضيه اكثر من جميله لايفونا، يتمكن من التسجيل بكره راسيه. الكوتشنج ايضا ديال الطوسي، يعني يوسف انور حرك الجهه اليمنى واليسرى. الطوسي كان ممنوع من الكوتشين. عرفتي علاش؟ لان خرجوا له لاعبين بداعي الاصابه اللي هما الخالد والنغمي، فدار تغييرات ولكن طوشاك التغيير الثالث دخول يوسف انور. السي فؤاد دخل وحرك اللعب، وكان باختياري من طرف رشيد الطوسي. وعلى العكس ربما حتى العطوشي دخل لم ينسجم مباشره مع اجواء اللقاء، وتمكن بالرحمه من اختطاف كره ثمينه وتسجيل الهدف تقليص الفارق. طوشاك كيكون منتصر، دخل العطوشي امام الرجاء، خلى فرصه للرجاء كيخرج الهجوج كيدخل العطوشي. اليوم خرج ديك خطراكوني ودخل نعم. العطوشي. اليوم كيخرج الهجوج وكيدخل العطوشي اللي غيتسبب غادي يدخل له اللعاب وغادي يسجل اللي غيهرب ليه نعم. فاعتقد على انه ما كانش في داعي طوشاك انه ما الخلل الذي يعاني منه الجيش الملكي؟ الوداد الان في ابها الحلال لا داعي للحديث، في ابها الحلال متفوق متالق يسجل انتصارات بالطول والعرض. الجيش الملكي مما يعاني لا شيء على ما يرام، فالعجله لا تدور، مجموعه من المشاكل، فكاين اللاعبين متعصبين، كاين اخطاء قاتله في الدفاع نعم. كاين فرص قليله وما كتسجلش. فاعتقد على ان كما قلت لك اللاعبين ورشيد طوسي خصهم يتضامنوا باش يقدموا نتائج طيبه. الرجاء الفتح